أهلا بكم. من واحنا صغيرين تحديدا في المرحلة الابتدائية درسنا المجموعة الشمسية بكل تفاصيلها وحفظناها عن ظهر قلب. عرفنا فيها إن المجموعة الشمسية عبارة عن شمس متوسطة الحجم بيلف حواليها 9 كواكب في مدارات ثابتة بفعل جاذبية الشمس للكواكب دي، وهم بالترتيب حسب قربهم للشمس: عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون، وبلوتو. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الفك المفتكس مع احمد مجدي، ومعادنا النهارده مع حرف جديد وهو حرف الكاف، كوكب الارض. يا ريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير، ولو عجبتكم الحلقه هنتظر اسمع تعليقاتكم عليها. كوكب الارض هو الكوكب الوحيد الصالح للحياه لتوفر المياه والاكسجين ودرجه الحراره المناسبه للكائنات الحيه. وعرفنا ان في اجسام اقل حجما من الكواكب وهي الاقمار، ودي بتلف حوالين الكواكب بفعل جاذبيه الكوكب في مداراتها الثابته. وزي المجموعة الشمسية بتاعتنا في عدد مهول من المجموعات الشمسية التي لا حصر لها، والمجموعات دي بتسبح في حاجة أكبر اسمها المجرة. يعني باختصار القمر بيدور حوالين الكوكب، والكوكب بيدور حوالين الشمس، والمجموعة الشمسية بتدور في مدارها حول مركز المجرة. كل الأجسام اللي احنا ذكرناهم دلوقتي الشكل المعروف والمتداول عنهم هو شكل الكرة اللي بتدور حوالين نفسها أثناء دورانها حوالين المركز بتاعها. وفي أجسام تانية غير منتظمة الشكل زي الشهب والنيازك، وفي كمان الثقوب السوداء اللي بتنتج من انفجار النجم وبتشفط اي حاجه بتمر بالقرب منها الى مركزها، لكن بيروح فين بعد كده الله اعلم. وطبعا درسنا ان الضوء فقط هو اللي بيتنقل في الفضاء لانه لا يحتاج لوسط ينتقل فيه، لكن الصوت لا ينتقل في الفضاء لانه بيحتاج وسط اللي هو الهواء. معنى كده ان الفضاء معتم وصامت تماما. ولو حبينا نتخصص شويه في الارض فهنقول انها كوكب غير كامل الاستداره، مفلطحه عند القطبين ومنبعجه عند خط الاستواء. انا حافظها كده. يعني باختصار هي حاجه كده شبه بيضه النعامه، مش بيضه الفرخه، كوره غير كامله الاستداره. وبتدور حوالين الشمس دوره كامله في 364 يوم، وهي دي السنه، وخلالها بنمر بفصول السنه الاربعه. وبتدور حوالين نفسها دوره كامله في 24 ساعه، وهو ده اليوم الكامل، وخلاله طبعا بنمر بالليل والنهار. الجزء اللي موجه للشمس بيبقى نهار، والجزء التاني بيبقى ليل. دي المعلومات اللي درسناها واغلبنا يعرفها عن المجموعه الشمسيه وكوكب الارض. لكن في بعض النظريات التانية بتكذب النظرية دي. ايه اللي ممكن يخلينا نفكر في النظريات التانية دي رغم دارسين كروية الارض وتبدو بعض الشيء اقرب للمنطقية؟ اولا هو ان مصدر معلوماتنا عن كروية الارض مستند الى وكالة ناسا، وطبعا كلنا عارفين قصة تلفيق صعودنا للقمر، بالاضافة الى ان هناك معلومات مغلوطة كتير من وكالة ناسا تخلينا نشك ولو الواحد في المية ان الكلام مش صح. نضيف الى كده ان ناسا ما قدمتش اي صور واضحة ملتقطة على كوكب الارض من الفضاء وهو في صورته المستديرة زي ما بيقولوا. كل الصور معمولة بالفوتوشوب باعترافهم هم شخصيا. تاني حاجة، في معتقدات كتيرة جدا كانت الناس مؤمنة بيها لفترة طويلة واكتشفوا في الاخر انها غلط. مش وارد ان كروية الارض دي تكون غلط هي كمان؟ زي مثلا نظرية بنستخدمها في الموروث الشعبي لحد دلوقتي، هي ان القلب هو مركز المشاعر والعواطف، لكن العلم اثبت ان المشاعر والعواطف مركزها المخ المسؤول عن التفكير والاحساس، والقلب ما هو الا مضخة الدم. ثالثا بقى وده الاهم، السرية المبالغ فيها اللي بتحيط منطقة القطب الجنوبي من قبل دول العالم العظمى، ومعاهدة أنتاركتيكا اللي توقعت سنة 1959 اللي بتحظر أي نشاط عسكري أو تعدين أو تفجيرات نووية أو عمليات عسكرية في المنطقة دي. طب ليه؟ مش ده المكان الوحيد في الكوكب الغير مأهول بالبشر؟ يبقى منطقي إننا نعمل تجاربنا العسكرية هناك. المعاهدة بتقول إن المتاح فقط هو البحث العلمي، ده في ظاهر المعاهدة، لكن في الحقيقة هو في حظر شبه كامل على القطب الجنوبي. وده وصلنا لنظريتين أغرب وأعجب من بعض: نظرية الأرض المسطحة ونظرية الأرض المجوفة. النظرية الأولى، الأرض المسطحة. النظرية دي بتقول إن الأرض المسطحة شبه الصينية أو طبق الدش المقلوب، محاطة بقبة وسقفها هي السماء الدنيا، وفوق القبة دي في مية، والشمس والقمر بيلفوا حواليها قصاد بعض بالتناوب. والأرض اللي احنا عايشين عليها دي هي الأرض الأولى أو الصغرى من ضمن 7 أراضي ربنا خلقهم حوالين بعض في شكل حلقات بشكل مسطح، وفوق كل أرض منهم سماء. وأرضنا موجودة في المركز،
والقطب الشمالي هو اللي موجود في مركز الخريطة وحواليه الأرض بتاعتنا، وبعدين حواليهم القطب الجنوبي اللي هو بيفصل بيننا وبين السبع أراضي التانية اللي حوالينا في شكل حلقات زي ما قلنا. وده حسب اعتقاد المؤمنين بالنظرية دي بيفسر السرية المبالغ فيها اللي بتحيط بالقطب الجنوبي عشان محدش يوصل لأطراف الأرض بتاعتنا ويتخطاها للأراضي التانية. أول حاجة بتدعم نظرية الأرض المسطحة وهي ما ورد في بعض النصوص الدينية واللي بتشير إلى أن الأرض مسطحة وهي مركز الكون، وإن الشمس والقمر هما اللي بيدوروا حوالين الأرض. زي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض مهادا، وزي بسم الله الرحمن الرحيم وإلى الأرض كيف سطحت. ودول آيات بتشير إلى أن الأرض مسطحة. بسم الله الرحمن الرحيم قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها. بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. ودول ربنا ذكر فيهم ان الشمس والقمر هم اللي بيتحركوا ولم يتم اشاره الى حركه الارض. في كمان ايه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ودي آيات بتظهر الحكمة من خلق الكواكب، وهي حماية السماء من استراق السمع ومنع الشياطين من الوصول إلى الملأ الأعلى. الواحد لما بيحب يزين شيء، ولله المثل الأعلى طبعا، بيبقى الشيء المتزين هو الأصل، والزينة هي الشيء الفرعي أو التابع ليه. زي بالظبط كده لما تزوق عربيتك، العربية هي الأساس والزينة هي الشيء الفرعي. بالتبعية الأرض هي الأساس وبقية الحاجات هي الشيء الفرعي التابع ليه. مش الأرض عبارة عن جزء ضئيل جدا وسط كون كبير. حسب النصوص الدينية الأرض هي الأصل. نضيف حاجة كمان مع إنه مش موضوعنا بس حبيت أنوه عنه بالمرة. في آيات واضحة وصريحة بتؤكد استحالة خروج الإنسان بره كوكب الأرض. زي بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إزاي هينجحوا في خلق مستعمرات على القمر والمريخ والأرض هي المستقر؟ بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. مش وارد ان رائد الفضاء يطلع على القمر او المريخ ويموت هناك مثلا؟ طب ازاي وربنا قايل انه سوف يعيدنا الى الارض ومنها يخرجنا؟ ده يتعارض تعارض صريح مع الايه دي. النظريه الثانيه، الارض المجوفه. النظريه بتقول ان كوكب الارض مش كتله مصمته زي ما هو متداول في الاوساط العلميه، لكن عباره عن كره، وده بيتفق طبعا مع كرويه الارض، ولكنها مجوفه وتحتوي بداخلها على فراغات. والوصول للفراغات دي بيبقى عن طريق فتحات سرية موجودة في القطب الجنوبي وبعض الأماكن من الأرض. الفتحات دي هتوصلنا لعالم شبه العالم بتاعنا، بيحتوي على شمس أو نواة تشبه الشمس بتمده بالحرارة والطاقة. وبالمناسبة بعض المؤمنين بالنظرية دي يعتقد أن أحد هذه الفتحات موجودة عندنا في مصر في مخابئ سرية تحت أبو الهول، وفي العالم ده في سكان. أول ظهور للنظرية دي كان في الأساطير القديمة وبعض المعتقدات الدينية للحضارات السابقة، زي مثلا الإغريق، ودول حددوا مواقع بعينها كفتحات لجوف الأرض زي مدينة لاكونيا. عدد كبير جدا من الأشخاص اتكلموا في نظرية الأرض المجوفة، علماء ومفكرين وفلاسفة. كمان في مستكشفين راحوا القطب الجنوبي ووصفوا لنا حاجات تختلف تماما عن اللي بيوصلنا عن القطب الجنوبي، إن هو خالي من الحياة تماما. زي مثلا عملية الوثب العالي اللي عملتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الأدميرال ريتشارد بيرد سنة 1947. العملية اللي كان فيها أكتر من 4000 فرد عسكري،
واللي كان المفروض إن هدفها المعلن هو البحث العلمي. ولما اتكلم بيرد عن التفاصيل اللي شافها في القطب، تم قمع ورفض التصريحات بتاعته لأنها على ما يبدو كشفت أسرار ما كانش لازم تتقال. لكن مذكراته كشفت لنا اللي شافه في القطب الجنوبي، وقال فيها إن هو نزل لجوف الأرض وقابل سكان مدينة أغارثا، ووصف قد إيه هم متطورين عننا وعندهم حضارة، وإن مدينتهم فيها خضرة وطبيعة وثروات، والملك بتاعها سابه يعيش بس علشان يوصل رسالة لرؤسائه يحذرهم من الحروب اللي بيعملوها على سطح الأرض لأنها بتضر سكان جوف الأرض. ألمانيا برضو عملت حملات استكشاف واسعة أثناء الحرب العالمية، تحديدا سنة 1938، وعملت قاعدة عسكرية في القطب الجنوبي. 54 غواصة يروحوا القطب الجنوبي أثناء الحرب العالمية والدنيا مولعة وما يرجعوش. في عز الحرب والدرمغة الألمان كانوا مدين اهتمام مبالغ فيه بالقطب الجنوبي، لدرجة إنهم منعوا صائدي الحيتان إنهم يقربوا من المنطقة دي. إيه اللي هناك يخلي الألمان في عز الحرب العالمية يهتموا بالقطب الجنوبي بالطريقة دي؟ كده الألمان اكتشفوا شيء غير عادي، لكن طبعا التعتيم حالة دون وصول الاكتشاف ده إلينا. سنة 1947 ظهر في فرنسا رجل يشبه الهنود. الغريب في الراجل ده إنه كان بيتكلم 40 لغة بطلاقة، وعنده علم رهيب في كل المجالات تقريبا. ولما حاولوا يتأكدوا من صحة معلوماته جابوا ناس متخصصين في كل مجال، لقوا إن معلوماته صحيحة ودقيقة. لا ده كمان عنده علم بأشياء ما توصلناش إليها لحد اللحظة دي. ولما سألوه أنت منين وإيه مصدر علمك ده، قال لهم أنا من سكان جوف الأرض، من مدينة اسمها أغارثيا في القطب الجنوبي. انتوا ازاي ما عندكوش علم بحاجة زي كده؟ ما سمعتوش عننا خالص؟ ده في 7 فتحات رئيسيين بيوصلوا لمدن جوف الأرض، وبعد كده الراجل يختفي تماما وما لقيلوش أي أثر. الدكتورة مايا صبحي برضو اتكلمت باستفاضة عن سكان جوف الأرض، وقالت إن ليهم مكانات وأوساط مختلفة زينا تماما. بعد كل اللي سمعناه ده عن النظريتين دول، اتأكدنا إن التعتيم الحاصل على القطب الجنوبي يعتبر سبب رئيسي في إن الناس تفكر أو تؤمن إن هناك سر خطير في المنطقة دي. قد يكون لأن الأراضي ال7 اللي ربنا اتكلم عنها في القرآن بعد حدود القطب الجنوبي، وبالتالي الأرض مسطحة فعلا، أو لأن الأراضي ال7 موجودة في طبقات تحت الأرض وننزل لها من خلال فتحات، واحد فيهم في القطب الجنوبي، وبالتالي تبقى الأرض مجوفة فعلا. ربنا سبحانه وتعالى أعلم. بس ربنا لما اتكلم عن السماوات والأرض في القرآن قال بسم الله الرحمن الرحيم: الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. معنى كده أن الأرض طبقات زي السماء. أنا طبعا مش متخصص في تفسير القرآن الكريم، وحتى كبار العلماء والمفسرين وقفوا أمام آيات قرآنية كتيرة وعجزوا عن تفسيرها. يا ريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير لو عجبتكم الحلقة، هنتظر أسمع تعليقاتكم عليها. تفتكروا بعد كل اللي سمعناه من نظريات حول كوكب الأرض، هل الأرض كرة مصمتة أم الأرض كرة مسطحة أم كرة مجوفة؟ تحياتي، الفك المفتكس أحمد مجدي.